السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا بخصوص قطاع نقابة العمال في محافظة النجف الأشرف. طبعا هاي الشريحة اللي صار لها يمكن من 2018 كم محافظ راحوا واجوا، هاي القطعة مالتهم تلوعوا بيها وشاف صارت رأي عام ونساها لرأي عام ورجعناها رأي عام، والناس كلها هاي العمال متظاهرة تقضي 3/4 أسبوعها تظاهر. أخيرا الله عز وجل سهل عليهم، ورئاسة الوزراء سجلت لهم الأرض بعد استقطاع الجزء الأهم منها، بس الناس قبلوا. اليوم خابروني أكثر من عامل، لأنه أني فزعنا وياهم مدة أشهر وشفنا ناس خيرة أخذت مكاننا، وأيضا عندنا التزامات مكانات ثانية. عموما النقابة اليوم نقابة عمال، يسمعون الأخوة بالنقابة، طبعا الأخوة اشتغلت وياهم فريق واحد، أخوة أعزاء محترمين، وأبدا ما أخليهم ند وما أتمنى أخليهم ند، لكن مسألة العمال والناس الفقراء احنا متطوعين، أي جهة تضرهم نوقف لها نقول هلا. اليوم 550,000 دينار، 550,000 دينار يقولون للعامل هاي أجور محاماة. 550,000 خلي لي اياها بين قوسين. طبعا أنا اتصلت بالعمال كلهم أخوتنا، اتصلت بغير جهات أكدوا لي الخبر، ونتمنى يكون يطلع الخبر مو صحيح، لأن هذه كارثة. يعني 550,000 على 4,000 وكسر عرصة، يعني أحشى عن 2,300,000 أو أكثر من 2,000,000. يعني ما أعتقد النقابة والأخوة بالنقابة يقبلون يستنزفون 2,300,000 من هاي الناس الفقراء حتى يقولوا لهم أكو شركة إحنا مخليها، وأنا ما أشوف الشركة، بس كلام. من الفزع؟ فزع صاحب الركابي، فزع فلان، فزع هذا السلامي، فزع الشيخ أحسان الله يحفظه، الشبلي النائب أيضا فزع النواب. آخر شيء المحافظ طلع هم جزاه الله خير بهاي السالفة، هم التزمها يوسف قناوي وجابوا لهم الموافقة، ما شوف الشركة اشتغلت. فإذا هاي الجهود، احنا جهودنا مجانية والسادة النواب جهودها مجانية وفزعتنا وياهم مجانية، بعد يجي واحد شركة تقول أنا شركة مال محاماة وتاخذ من كل عامل 550,000، هذا ما نقبل به، نتمنى الخبر مو صحيح. لذلك احنا واقفين مع العمال وما نقبل واحد، وإذا طلع هذا الحكي صحيح لا راح يكون لنا كلام، يكون لنا يعني حتى مواقف بالمحاكم. وأنا هسه خابرت أبو حسن حتى يتحرى عن الموضوع ويسمعون الأخوة العمال لا يتريثون المسألة اللي ينطوها كون بوصل حكومة وكون أنا ماكو أكو. هسه نقابات المحامين كل النقابات، أي نقابة أخذوا 550,000 أجور محاماة؟ أنا أريد أعرف، يعني ناهيك عن الاستيفاءات، هواي أكو استيفاءات. لذلك إحنا نطلب لجنة محايدة أو أي مؤسسة رقابية تكون مشرفة على استيفاءات وتوزيع هذه القطع، لأنه ناس معدمة سايجين، واحد ما يهمه لا يبيع ويتاجر بيهن، أو تجار يدفعهن، ذن ما يهمه، كل واحد عنده 20-30 هذا ما يهمه يدفعهن، بس أنا أحكي عن اللي مستلمها. وأكو واحد خابرني قال لي أنا راح أبيع 100 من عندها ما عندي، شنو أجور محاماة يعني معقولة؟ لذلك إحنا سيد المحافظ يسمع، النائب أحسان الشبلي، أحمد الشرمان، كل اللي تدخلوا وساعدوا العمال خلي يكملون جميلهم، لأنه ظاهر الخطر بعد ملازم هذه الناس. وإحنا مرة ثانية نرجو من الأخوة بالنقابة هلة الهلة بالفقرة، وما نريد نسويكم خصوم يشهدوا الله، لكن إذا هذا الحكي صحيح لا بالله ما نقبل. في أمان الله.